في عامل مهم جدا يخلي برنامج العاشرة مساء حريص انه يتواجد اثناء انعقاد الانتخابات الكبرى في بريطانيا العظمى، انه المواطن عندنا هيعيش 3 انتخابات غاية في الأهمية ما بين هذا العام والعام القادم: انتخابات مجلس شورى، انتخابات مجلس شعب، وانتخابات رئاسية. الكل يزعم ويدعي الديمقراطية، كل بلدان العالم، مع التفاوت ما بين بلد وأخرى في كيفية ممارسة هذه الديمقراطية. الحلقة دي مش لإطلاق أحكام، إنما على الأقل هي نافذة لمشاهدنا للاطلاع على انتخابات عرفت في أنحاء العالم كلها بأنها انتخابات حر، انتخابات نزيهة، انتخابات شفافة. الحقيقة نيجي نتفرج إيه آليات وإيه أمارات هذه الانتخابات وهذه السمعة الطيبة وسط بلدان العالم. الحقيقة كان لازم نمر بمجموعة من الإجراءات، لأنه بطبيعة الحال مش هنجيب الكاميرا ونمشي في شوارع إنجلترا ونشوف الناس بتصوت إزاي. كان يجب أن نستصدر تصريحات وتراخيص مش بس لتصوير الانتخابات الإنجليزية إنما لمراقبتها. أي نعم، طاقم العاشرة مساء كان مراقب على الانتخابات الإنجليزية للتأكد أنها انتخابات نزيهة وحرة وليس فيها عيوب. المملكة المتحدة أقدم الملكيات المعاصرة. الملك فيها يملك ولا يحكم. الذي يحكم هو المواطن البريطاني ويختار حكومته بحرية كاملة. هذه الحرية ترسخت دعائمها على مدار مئات السنوات. اعتادت فيها بريطانيا على انتخابات منظمة مستقرة ولا يشكك في نزاهتها. إنها دولة ملكية دستورية موحدة، كل شيء بروتوكوليا فيها تحت اسم الملكة. الملكة إليزابيث الثانية هي ملكة بريطانيا منذ عام 1952، فقد توجت بعد وفاة والدها جورج السادس. وتحظى العائلة المالكة باحترام الشعب وتقديره رغم كون سلطاتها مجرد سلطات شرفية. أما السلطة الفعلية هنا فتتركز في يد رئيس الوزراء الذي يراقب دائما ودون هوادة من البرلمان الإنجليزي. فمجلس العموم البريطاني يعتبر أعلى سلطة في بريطانيا، سلطة الشعب القوية على الحكومة. يختار رئيس الوزراء بعد انتخابات برلمانية لمجلس العموم تقام كل 5 سنوات تقريبا، تتيح للحزب الفائز تشكيل الحكومة. هذه المرة تنافس على المنصب 3 أحزاب رئيسية. أولا حزب العمال الذي يرأسه جوردون براون، وهو الحزب الأقرب لفئات العمال والذي تولى الحكم ل3 دورات برلمانية متتالية. وحزب المحافظين الذي عرف مجازا بأنه الأقرب إلى الأرستقراطية الإنجليزية العريقة، ومرشحه في هذه الانتخابات كان ديفيد كاميرون. أما الحزب الثالث فهو حزب الليبراليين الديمقراطيين الذي كان له ماض عريق في السابق، ثم عاد ليسطع من جديد في هذه الانتخابات من خلال مرشحه نيك كليج. صحيح أن نتائج هذه الانتخابات عبر التاريخ كلف منطقتنا الكثير ماديا ومعنويا، ولكنها تبقى قوة كبيرة جدا في مجال السياسة والاقتصاد، فهي من أكبر القوى الاقتصادية في العالم والسياسية والعسكرية أيضا. يقول الإنجليز أن الانتخابات البرلمانية عندهم هذه المرة مختلفة، حيث أن المنافسة كبيرة، وكان من الصعب التنبؤ بنتائجها مسبقا، فالأصوات كانت متقاربة للغاية. ولكن بالنسبة لنا هذه الانتخابات تشبه سابقاتها لا تغيير، فهي انتخابات تحظى بثقة المواطن واهتمامه وإيمانه بأنها أيا كانت النتيجة فهي انتخابات حرة وشفافة. لما بنيجي ننزل نسأل الناس في مصر عن فكرتهم عن الانتخابات
عن دورهم في الانتخابات، هينتخبوا ولا لا. الحقيقه دايما بتجيلنا اجابات بنشوفها وحضراتكم عارفينها. الاجابات اللي بتجيلنا من الشارع المصري عن مشاركتهم ورغبتهم في التصويت هي النقيض بالظبط للاجابات اللي حصلنا عليها هنا في انجلترا، سواء داخل لندن او خارج لندن. المواطن لما كنا بنساله انت هتصوت في الانتخابات ولا لا، كان بياخد فرصه من الوقت كده عشان يدرك مدى غباء السؤال. نعم، لأنه يجب تغيير الحال الفظيع التي كنا فيها على مدار السنة الماضية. نعم بالطبع، لأن التصويت مهم جدا.